واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفون. والنهارده معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات فتح الكراتين. هنفتح اول اوردر وصل معايا في شهر 8 اغسطس 2024. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتعالوا يلا سوا نشوف ايه محتويات الاوردر بتاعنا. زي ما انتم شايفين معانا الفاتورة بتاعتنا، وطبعا انا مطلبتش بروشور حملة 9 لانه هو مش متوفر في الشركة. البروشور بداية من الشهر القادم هيبقى الكتروني او هينزل PDF للزونز والسيلز ليدرز معانا في الشركة، وبالتبعية هم هيبعتوه للاعضاء اللي معاهم، او تقدروا تخشوا تتفرجوا عليه اونلاين من على موقع الشركة لما ان شاء الله حملة 9 تبدأ. ودي المنتجات اللي انا جبتها معانا الشهر ده. معانا منتجات كتير جديدة في مجلة الأعضاء، ومجلة الأعضاء هي عروض بتكون خاصة بالأعضاء، بتنزل بأسعار مخفضة، وبتكون منتجات جديدة هتتوفر في بروشور الحملة القادمة. ولكن المنتجات دي ما توفرتش في الشركة حتى وقتنا الحالي، نظرا لأن الشحنات بتاعت ايفون محجوزة في الجمارك، وإن شاء الله هيتم وصولها للمخازن بتاعت ايفون قريبا. فهي اول ما تتوفر المنتجات الجديده هنطلبها باذن الله واقول لكم رايي فيها ايه. ولكن في منتج اتوفر معانا جديد في البروشور فجبته عشان اقول لكم رايي فيه ايه. وجبت عرض البابل باس، الروايح اللي انا بحبها جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الوايت ليلي، وده لحقته الشهر اللي فات. الشهر ده بقى جبت الروايح اللي انا بحبها قوي قوي قوي، بس ما كانتش متوفره في حمله 7، ما لحقتهاش. معانا اول واحد اللي هو بالخوخ والفانيليا اللي هو اسمه سيمبلي لاكشرز. بابل بيس ده ريحته جميله جدا وفواحه جدا. وانا عندي كمان البودي سبراي بتاعه ريحته خطيره للناس اللي بتحب ريحه الفواكه، على الريحه المسكره وريحه فيمينين وانثويه قوي كده وجميل. طبعا البابل بيس ده بيكون حجمه 1000 ملي او لتر، وتقدري تستخدميه از بابل بيس في البانيو يعمل بابلز، او تستخدميه شاور جل عادي. وكمان من الروايح اللي بعشقها جدا لان انا من عشاق جوز الهند، وهي ريحه بتصدر معانا من زمان، والحمد لله الحمد لله ان هي في الاشكال الجديده برضو لسه بيصدروها، وهي الوها منواي. هي بريحه الكوكونات والتيار فلاورز. طبعا هي ريحه جوز هند مع ريحه زهور، بس ريحه روعه ومن الروائح القويه والفواحه، واللي بتقعد فتره كده بعد ما بتخرجي من الشاور بتاعك يعني زهره كده وجميله. فدي من مفضلاتي من روائح البابل بيس. في اصدارات جديده نزلت ان شاء الله هعمل لكم عنها ريفيو انا طلبتها. ومن المنتجات الجديده اللي اتوفرت معانا من الشهر اللي فات، وانا جبت منها نوعين الشهر اللي فات، اللي هو النوع اللي هو البليسفول اللي هو بالليمون والبابل جام والبينك شوجر. وانا قلت لكم رايي في ايه وشبه ريحه ايه من البودي سبلاش او البودي ميست بتاع باسن بودي وركس. وكمان جبت الكليتفول، والشهر اللي فات كان متوفر معانا في العينات النوع الثالث اللي هو اسمه جويفول، والشهر ده هو نازل معانا في البروشور بس هو حاليا مش متوفر في الشركه. بس الجليتفول بالويب كريم، الكريمه والتوفي والصندل وود اللي هو خشب الصندل، دول انا اتكلمت عنهم في فتح الكراتين بتاع الشهر اللي فات. فاللي عايز يعرف رايي فيهم يروح يتفرج على الفيديو بتاع فتح كراتين حمله 7. اما الجميله دي الخطيره دي خطفت قلبي، هي المفروض ريحتها بطيخ وشاي. انا بالنسبه لي هي اجمل ريحه فيهم، يعني انا بالنسبه لي كذوقي انا، رغم ان انا بحب الحاجات الشجري جدا، ولكن الدلايتفول لما جربتها حسيت ان ريحتها قويه جدا وتقيله جدا وريحه شتويه جدا ما تناسبش الصيف من كتر ما هي شجري اوفر. فمش هتناسب كل الاذواق، حتى الناس اللي بتحب الحاجات المسكره قوي للوهلة الأولى لما تشمها هتعجبها، لكن لما ريحتها بتهدى مع ريحة خشب الصندل ريحتها بتبقى تقيلة وممكن تبقى مزعجة لبعض الناس. بالنسبة للبليسفول هي ريحتها ليمون ومنعشة وريحة جميلة جدا، هو ريحة ليمون مسكر، بس أنا قلت إن هي ريحة مكررة بالنسبة لي، وأنا قلت ايه اللي شبهها، فبالنسبة لي ما كانتش مقدمة لي حاجة جديدة. أما بقى جويفول فهي ريحة
مختلفة، اللي هي فيها ريحة انتعاش البطيخ مقارنة طبعا بريحة البطيخ بتاعت مجموعة ايفون كده. انا عملت لكم عنها ريفيو هنزله لكم باذن الله، وبرده انا قلت لكم رايي ايه في ريحة مجموعة البطيخ بتاعت ايفون كير في فتح كراتين الشهر اللي فات. برده اللي عايز يروح يعرف رايي فيها ايه، لان في منها منتجات متوفرة حاليا في الحملة دي. ده بقى ريحة البطيخ كما ينبغي أن يكون، هو ده البطيخ اللي أنا أعرفه، هو ده البطيخ اللي ايفون دايما لما بتعمل منتجات بريحة البطيخ بيكون هي دي الريحة المتعارف عليها، مع ريحة الشاي. بس ريحة الشاي مش ريحة مزعجة، لا هي توليفة كده ريحتها خطيرة، بس ريحة البطيخ هي اللي غالبة. رهيب رهيب ريحته بالنسبة لي، ده نمبر 1. البليتفول نمبر 2، الدليتفول نمبر 3. يعني لو انتوا حابين ان انا ارتبهم، طبعا هي بتيجي السيمبلز بتاعتهم زي السيمبلز بتاعت البريفيوم، وهي اودو كولون، يعني زيها زي الكولونيا. تركيز الزيت العطري فيها قليل، ولكن انتوا لو حابين تسألوني على الاداء فالاداء جبار وممتاز، خصوصا ان الدليتفول دي بتقعد ب6 ساعات فواحة وبتثبت على الجلد وبتثبت على الهدوم. طبعا هي امنه جدا ان انتوا ترشوها على الجلد، يعني احنا نقدر نعملها معامله البادي ميست عادي. بصراحه اجمد ريحه فيهم، وزعلت جدا لما لقيتها مش متوفره، لان هي تعتبر مع المنتجات الجديده اللي في الشحنات اللي كانت جايه، وان شاء الله هتوصل الشركه على خير في القريب العاجل. من المنتجات اللي هي مش جديده قوي، هي منتجات كانت متوفره معانا ولكن تم تعديلها في لاين جديد اسمه ميك اب بلس كير. يعني انت مش بتعملي الميك اب بتاعك فقط، لا انت كمان المنتج ده فيه مكونات بتعتني ببشرتك، يعني بتعمل معالجة واخفاء للعيوب. وهو السيرم فاونديشن، وانا كنت عامله لكم عنه ريفيو زمان وقد ايه شكرت فيه، وانا يعتبر ده الفاونديشن المفضل بالنسبه لي. يعني انا كنت بعشق الاصدار القديم بتاعه وكنت بجيب منه زمان درجه بورسلان، لكن الاصدار الجديد ما نزلش منه درجه بورسلان، فكانت اقرب درجه لبشرتي اللي هي الورم ايفري. هو مكتوب هنا اهو رقم الدرجه، مكتوب 125 جي، وانا شرحت لكم في فيديو من الفيديوهات بتاعه كريم الاساس اللي هو اسمه فلوليس ماتش، ويعني ايه جي ويعني ايه ان ويعني ايه بي. فطبعا كان افتح درجتين في الفير هي الورم ايفري واللايت ايفري. انا طبعا ما بتناسبنيش الدرجه بتاعه البينك اللي هي بيبقى كريم الاساس شويه مدي على بينك، فانا دايما بختار الحاجه اللي مديه على البيج، فعشان كده اخترت الورم ايفري وهو درجته في الكتالوج، عشان هما ما بيكتبوش اسم الدرجه بيكتبوا رقمها اللي هي 125 جي يعني جولدن، حتى هما كاتبينها اهو ومقسمين في الكتالوج ايه الدرجات اللي بتناسب الفير وايه الدرجات اللي بتناسب اللايت ميديوم وايه الدرجات اللي بتناسب الميديوم. هجربه واشوف الفرق بينه، اعمل لكم مقارنه بينه وبين الاصدار القديم. طبعا هم كاتبين ان هو مميزاته ما بيتكتلش على البشره ومناسب للبشره الحساسه وتم اختباره. ومن مميزاته طبعا ان هو فيه SPF 30 وبيدي اطلاله نضره ومشرقه للبشره، وحجمه 30 مللي زيه زي بقيه كريمات الاساس. ولكن طبعا الميزه الوحيده فيه ان هو كريم اساس علاجي، هو مش بس بيخفي المشاكل بتاعه البشره، لا هو في سيرم كمان بيعالج البشره. ولو انتوا حابين تشوفوا الدرجه بتاعه وورم ايفري، حابه ان انا اوريها لكم على الطبيعه اهي. الدرجه اهي عشان اللي عايز يعرف اللون اهو يا بنات، دي الدرجه. طبعا انا لون بشرتي او لون وشي بيكون افتح من لون ايديا، بس اللي حابب ان هو يشوف، طبعا انا حطيت كتير يعني الكميه دي توزع لي نص وشي اصلا، ولكن انا بالنسبه لي هو من اروع ما انتجت ايفون في اللاين بتاع الفاونديشن بصراحه. فعشان كده اول ما تم تعديله جبت على طول الاصدار الجديد، عشان انا القديم بقاله فتره ما بيظهرش، فكنت حابه ان انا اقتنيه وكمان اجربه واقول لكم رايي فيه ايه. هو بنفس الكفاءه بتاعه الاصدار القديم، وايه اللي اتطور فيه ايه اللي اختلف. فده
كان اخر منتج معانا في الاوردر بتاعنا. طبعا خدت الهدية، نازل معانا هدية للمستوى بتاع السيلفر، واللي ما يعرفش يعني ايه مستويات في ايفون ده موضوع يطول شرحه، اشرحه لكم. لو حابين ان انتوا تعملوا عضوية معايا في ايفون كلموني على رقم موجود على الشاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا وافهمكم ايه المستويات وايه مميزات كل مستوى، وايه المميزات اللي انت تقدري تحصلي عليها لما تعملي معانا العضوية في ايفون. فكان هدية على السيلفر لما تعملي اوردر بمبلغ معين تاخدي البرفانة دي بسعر مخفض، وهي برفان فاراوي جلامور ولكن بحجم ال 30 ملي اللي هما بيسموه ترافل سايز. يعني لو انت حابة ان انت تاخديه معاكي في السفر بيكون حجم مناسب جدا للسفر، وبيكون السبراي بتاعه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. اما عن الريحة ففاراوي جلامور ليها عشقها. انا ما كنتش من الناس الفانز ليها، بس مؤخرا بقيت بحبها. انا عموما متيمه بلاين فاراوي اغلبه، لان في اصدارات نزلت من فاراوي بصراحه ما نالتش اعجابي، ولكن السواد الاعظم منها بصراحه رائع، ودي ريحتها من الاوتومايزر كده بصراحة جميلة. انا على ما اتذكر ان كان من مكوناتها الزبيب الاسود، وكان فيها برضو فانيليا. انا مؤخرا الذوق عبر الزمن بيتغير، فممكن الحاجة اللي انا ما كنتش بحبها من 2-3 دلوقتي تبقى من الحاجات المفضلة بالنسبة لي، لان احنا طول ما احنا عايشين ذوقنا بيتغير. وده كده كان الاوردر بتاعنا. لو انت حابة ان انت تعملي العضوية معانا في ايفون تستفيدي من العروض بتاعت مجلة الاعضاء، العينات دي بتبقى خاصة بالاعضاء فقط، يعني محدش يقدر يطلبها من الشركة غير اللي عاملين عضوية في ايفون، لان هي بتبقى نازلة معانا في مجلة الاعضاء. وعندنا عينات كمان لكل المنتجات التانية، عينات للليب بالم، عينات للروج، عينات للسكين كير، عينات معظم انواع البرفيومز سواء حريمي او رجالي. كل الحاجات دي تقدري تجربيها قبل ما تجيبي منها الفول سايز. وكل ده لو عملتي العضوية معانا في ايفون هتستفيدي بخصومات على اسعار البروشور، هتستفيدي بخصومات على اسعار الشحن. كل المميزات دي واكتر هتقدري تحصلي عليها لما تعملي معانا العضوية في ايفون، غير الهدايا اللي بتكون اسعارها مخفضة، وكمان احيانا بيكون في هدايا مجانية قيمة جدا. تقدري تكلميني على الرقم الاعلى شاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا. ولو حابة ان انت تطلبي اي حاجة من بروشور الحملة الحالية او من المنتجات اللي متاحة فوري عندي على الجروب، تقدري تخشي على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. تقدري تطلبي اللي انت عايزاه من خلال الفيسبوك، من خلال الانستا، من خلال الواتساب، زي ما انت عايزة. اللي جرب الفاونديشن الجديد يقول لي رأيه فيه ايه، واللي جرب كمان الكلونيا الجديدة او المستات الجديدة يقول لي ايه الريحة المفضلة بالنسبة له. زي ما قلت لكم كده ايه اللي بالنسبة لي مفضل. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.